معرفش ايه في الكره المصريه. الزمالك برضو تعادل اهو، رجع بنقطه بس الزمالك خد بونت، يعني حاجه كويسه يعني حاجه كويسه. بس الاهلي هو عمل ماتش حلو قدام ريال مدريد، بس بعد كده انت فين؟ الاهلي ما فيش خالص. كل اللعيبه اللي اتألقت في كاس العالم زيرو، يعني اولهم عبد القادر زيرو. الشناوي كرة زي ديت ما تخشش منه، يعني ما تخشش فيه، سوري يعني. هي جون غلطه مصر طبعا ما فيش كل كلام، بس الحراس الكل جواد كبوه، يعني ان يحصل خطا من حارس مرمى وارد، موجود. وارد. كبار نوير حصل منه اخطاء، ولكن النادي الاهلي ما يقدرش يعوض ده، صعب شويه. هو مش صعب على النادي الاهلي. بقول لك ما يقدرش يعوض، صعب قوي ان الاهلي ما يقدرش يعوض يعني. ازاي يعني؟ يعني الاهلي كان يقدر، بس الاهلي ما كان جاش. يقدر، الاهلي بس ما جاش بس تقريبا. عايز اقول لك ان الاهلي فلت من ما ثلاث جاش اجوان، ما من جاش 3 اجوان. وفي الجون بتاعهم على حق ربنا فعلا، الجون بتاعهم صح 100%، يعني 100% اختلف الجون. الاراء، اوف سايد اختلف فيه ناس، ما مش ده حدش اختلف موضوعنا. يا استاذ طارق. ولكن النادي الاهلي فعلا استاذ بيعاني طارق، في مش حاجه. النادي الاهلي اللي يفضل قاعد مستني 90 دقيقه. انا بقول تملي الفرقه اللي نازله تكسب عندها 90 دقيقه، مش مستنيه حتى في مشاكل عشان الوقت بدل الضايع، وليه الوقت برضه مع بدل. احترامي الكامل لفريق الهلال، يعني ده النادي الاهلي. بالظبط كده، هو ده اللي بنقوله. المفروض الاهلي بقوته ده 10 بطولات افريقيا. بس حاجه غريبه ان يعني الاهلي انزل عمره ما قطع. كسب على ملعب ام درمان خالص. ده الاستاد الوحيد الاهلي عمره ما كسب عليه. مش بيتفائلوا بيه.